السلام عليكم. معانا كده تركية بسيطة. احنا في فيلا هنا وده المطبخ. ركبنا الشفاطات خلاص. ممكن الشفاطات نوضحها كده. نوع الشفاط نفسه ده نوع الشفاط نفسه اهو. طبعا في كل مكان فيه شفاط. طيب الشفاط ده احنا عاملين له هنا تيب خلاص علشان هيسحب الهواء من نص المطبخ، وكمان علشان يساعد الهود. يعني ده الهود ده مكان البوتاجاز اهو. هيبان معاكم في السرير شكل المطبخ عامل ازاي. ده المفروض هيكون مكان الهود بالظبط. خلاص هات كده نختبره كده نشوف. طبعا احنا لو جينا ما شاء الله قوه الشفط اللهم بارك ممتازه ممتازه. يعني ده كمان في شريط لحام في النص. ده لو متشال كمان هيبقى افضل بكتير. طيب خلينا متفقين ان الشفاط اللي بيكون في نص المطبخ بيكون اشيك بكتير من الشفاط اللي بيبقى في الشباك. سيبك من الشياكه. انا رقم واحد عندي الحاجه العمليه. الحاجه العمليه انا عندي ده شفاط محسوب قدرته على الفراغ. بنشوف فيه كام متر مكعب عندي الحجم بتاعي، وعلى اساسه بجيب الموتور او البلاور اللي بيناسب قوه الشفط دي. طبعا ده السقف اهو اللي احنا كنا واقفين عليه دلوقتي بعد ما انتهينا منه. خلاص ده مكان الشفاط الرئيسي بتاع المطبخ، وده مكان الهود في نص الجنب بالظبط. طبعا احنا شغالين بلوح جيبسن بورد احمر، وده مكان البروفايل ليد حسب الديزاين هيظهر معاكم برده دلوقتي.